السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا الكرام في خبر جديد. عقب التطورات السياسية والدبلوماسية الأخيرة بالبلاد، قالت اللجنة التحضيرية الوطنية لحزب الحب العالمي إنها تجدد الدعم المبدئي والوطني لمغربية الصحراء ولجهود الدولة المغربية في الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد وللحل السلمي على قاعدة الحكم الذاتي. وتشكر الدولة الأمريكية على الإعلان الرئاسي بسيادة المغرب على صحرائه. كما ويضيف الحزب أنه من منطلق الحب والإيكولوجيا اللذين يستلهم منهما فلسفته السياسية وباستحضار مبادئه وقيمه الكونية الداعية إلى الحب والسلم والعيش المشترك في ظل احترام الاختلاف ونبذ الكراهية والعنصرية والحقد والإرهاب. فإنه يدعم أيضا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل لما فيه مصلحة البلدين ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وفي بيان لجنته التحضيرية، قال الحزب إنه يدعم موقف الدولة المغربية الثابت لحق الفلسطيني والمقدسة المسيحية والإسلامية، ويرحب بعودة اليهود المغاربة إلى وطنهم والمساهمة في تنميته الشاملة إلى جانب إخوتهم المغاربة. في هذا السياق، يقول عبد الكريم سفير المنسق الوطني إن حزب الحب الذي ينهج فلسفة قول الحقيقة وتثمين ما هو إيجابي وتجويد النقائص لا يمكنه أن يخادع الرأي العام الوطني والدولي. فما قامت به الدولة تحت قيادة رئيس الدولة في ملف الصحراء لا يمكن إلا الإشادة والتنويه به. ويزيد سفير في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: في نفس الوقت فنحن نصحح الكثير من المغالطات التي ارتبطت بملف الصحراء والإعلان الرئاسي الأمريكي واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، لأن في المغرب الذي تجمعه علاقات وطنية وتاريخية واجتماعية بيهوده في إسرائيل، قام بما يجب القيام به دون تفريط في ثوابته الوطنية من القضية الفلسطينية التي يترأسها أمير المؤمنين لجنة القدس المنبثقة أصلا عن مبادرة المغفور له الملك الحسن الثاني. كما أن المغرب من أول الداعمين لبيت المال القدسي والمقدسين. ويضيف في هذا السياق: فلا داعي للمزايدة على الموقف المغربي ملكا وشعبا في هذا الملف. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا دائما بكل جديد. إلى اللقاء.